لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. اليوم راح احكي لكم قصة الإمام علي من الولادة إلى الشهادة. ولد الإمام علي عليه السلام في سنة 599 ميلادي، تحديدا في السعودية المدينة المنورة داخل جوف الكعبة. فاطمة بنت أسد إلى الكعبة المعظمة. مثل ما تعرفون كان النبي محمد يتيم وتربى داخل بيت الإمام علي ورباه أبو طالب أو عبد المناف في بيت الإمام علي اللي هو رباه أبو الإمام علي. ذاك الزمن كانت فاطمة عليه السلام حامل وحاملة بعلي بن أبي طالب في شهر التاسع. توجهت فاطمة عليه السلام في نحو الكعبة، وكان ذاك الزمن زمن الجاهلية، وكان بس بالكعبة عبدة الأصنام. فتوجهت فاطمة عليه السلام نحو الكعبة وقالت: اللهم بحق هذه الكعبة ومن بنى الكعبة وبحق الطفل داخل أحشائي الذي يكلمني ويونسني. فالناس اللي حواليه كلش استغربوا وقالوا: شنو الله؟ شنو بحقك؟ شنو الطفل الذي يونسني؟ وذيك اللحظة انشق جدار الكعبة ودخلت فاطمة في جوف الكعبة. مثل ما قرأت بالكتاب انه سمعت فاطمة عليه السلام كلام من الله عز وجل وقال: يا فاطمة سميه علي فإنني علي الأعلى، اشتقته اسمه من اسمي وولدته في بيتي، وأول شخص من يأذن فوق بيتي ويكسر الأصنام في وجوههم. خرجت فاطمة عليه السلام هي وعلي ابن أبي طالب. فكان ومحمد من شجرة واحدة أذهب الله عنها الرجس. يقاتل على التأويل. وبذاك الزمن كان النبي محمد موجود، والإمام علي بوقتها نطق وقال: السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. بوقتها يردد آيات من القرآن، والقرآن بعد أصلا ما نازل والإسلام بعد ما صاير. بوقتها انشقت السماء ونزل ملك إسرافيل، وبوقتها جبرائيل تواضع وسجد إلى إسرافيل من الخوف. أرسلني إليك ربك وقال: أخيرك بين اثنين، أن تكون نبي أو عبد متواضع. فقال جبرائيل إلى رسول الله، قال له: تواضع يا رسول الله. فأجاب رسول الله إلى إسرافيل وقال: أكون عبدا متواضعا. فأجابه إسرافيل وقال: سأأتي بك نورين لم أأتي به إلى نبي من قبلك. انصرف إسرافيل وقال رسول الله إلى جبرائيل فقال رسول الله لجبرائيل: ما بك يا جبرائيل خفت؟ قال: هذا الملاك لم ينزل في الأرض إلا في يوم القيامة، وهو لم ينزل في الأرض منذ خلق، ولديه سور ينفخ فيه يوم القيامة، فخفت منه لقيام الساعة. يعني قال له أنا أخاف منه لأن هذا ما ينزل بالأرض إلا في قيام الساعة، وما نازل بالأرض من انولد لحد الآن، فهو أول مرة ينزل لأجل نبينا محمد. وبذاك الوقت كان النبي محمد عنده طفل وولد اسمه القاسم، فتوفى الطفل. وبذاك الزمن كان أي شخص يتوفى عنده الطفل يصوحوا له الأبتر، وكان يعتقدون الناس أنه بعد النبي محمد ما راح يصير له أي نسل، فجعل الله نسله ببتول اللي هو بتول بنت النبي محمد. فنزلت آية على النبي محمد أنه لازم يزوج بتول إلى الإمام علي. مثل ما تعرفون الإمام علي يصير ابن عم رسول الله، فرسول الله جمع الصحابة وقال: اشهدوا يا ناس، سأزوج بنتي بتول إلى علي ابن أبي طالب. بعد ما تزوجوا كان الإمام علي مشارك بكل الحروب، وهنا نعرف كانت أكو قبيلة تحرض القبائل على الإسلام وخاصة على النبي محمد. أكثر من مرة النبي محمد يودي ناس لكن ينقتلون، فأخذ علي ابن أبي طالب والمسلمين حتى يحاربون ذيك القبيلة، وهذه القبيلة داخل قلعة خيبر. فتقدم الإمام علي أمام القلعة، فأكو هناك محارب فوق القلعة قال:
إلى الإمام علي: من أنت؟ الإمام علي وقال: أنا علي ابن أبي طالب ابن عم رسول الله. ففتح باب القلعة، فانفتح هذا الباب وخرج شخص جدا ضخم، على ما يقولون انه اضخم من الامام علي ضعفين. وبذاك الزمن اي شخص من يحارب لازم يقول قصيدة، وهذا الشخص اسمه مرحب. هذا مرحب حكى قصيدته وقال: أنا الذي سمتني أمي مرحبا، قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، أطعن حينا وحينا أضرب. فرد علي الإمام علي وقال: أنا سمتني أمي حيدرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ضرغام آجام وليث قسورة، كليث غابات كريه المنظرة، على الأعادي مثل ريح صرصرة، أضرب بالسيف رقاب الكفرة. هجم الإمام علي على هذا مرحب، هجم الإمام علي وضرب على راسه بالسيف، على ما يقولون انه من قوة الضربة دخل السيف حد أسنانه، يعني انشق راسه ووصل لأسنانه. من شافوا أقوى شخص مات عندهم خافوا وانقتلوا كلهم. أتعجب الناس اختلفت عليك وحتى المولدك واصل ضغنها، شي قالت ببطن الكعبة مولود، وشي قالت كذب موش ببطنها. كل هذا الحكي ما همني والله، بيها صرت بعيد عنها. أصلاً كذب مو بالكعبة مولود، أصلاً كذب مو بالكعبة مولود. أحكيها واريد أدفع ثمنها، الكعبة تراب وانت اسمك أبو تراب، منك هي دن مو انت منها.